الذكاء الاصطناعي والمؤامرات ضد إنجازات تبون. أروح تسمع أروح. لا حديث في 24 ساعة الأخيرة عند النظام الجزائري المعروف في الأوساط الدبلوماسية بنظام لا وزن لا هيبة لا مواقف، كما وصفه سيرجي لافروف لما رفض ملف انضمام الجزائر إلى البريكس بسبب الممارسات الكارثية للنظام الجزائري الذي جعل للأسف الجزائر بلدنا اليوم مزبلة حقيقية. حديث النظام الجزائري هو عن مؤامرة جديدة تستهدف التشكيك في إنجازات الرئيس المعين تبون بسبب فيديو نشره التلفزيون العمومي وشكك فيه اشخاص وبالاخص هذا شوقي بن زهره، عفوا شوقي بن زهره وانا. على كل حال هؤلاء المشككين اولا جاء الرد يعني بالاف الفيديوهات والصور على حقيقة الإنجاز الكبير وحقيقة هذا موسم الحصاد الكبير في ولاية أضرار. أولا نشوفوا عينة من هذه الصور التي روج لها النظام الجزائري وأنصاره. شوفوا معي. الله أكبر، هذه أمور كبيرة، هذه فيديو هذا رهيب، يعني هذه قوة ضاربة. لكن أنا كي شفت الفيديو تذكرت شيء ما. المشكل أنه الفيديو من عند الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ونعتذر منهم على ممارسة النظام الجزائري وأنصاره الذين لم يجدوا إلا التزوير من أجل الاختباء وراء إنجازات وهمية. الآن بالعودة إلى الفيديو اللي قلت عليها أنا شخصيا بأنه تم تركيبه يعني بالذكاء الاصطناعي. نسمع اولا تقرير عوض اننا نشوفوا انصار النظام الجزائري والترهات تاعهم، نشوفوا تقرير نوعا ما كان فيه نسبه من الحياديه والموضوعيه لقناه البي بي سي، يتكلم على هذا التقرير ويتكلم على الصور التي رايناها في تقرير التلفزيون العمومي. نسمعوا مقتطف. الجزائرية. هذا واحد من الفيديوهات التي نشرها التلفزيون الجزائري هنا مثلا، يتضمن مؤثرات صوتية، وقد استخدم محرر الفيديو بعض أدوات التحرير مثل تسريع الفيديو وتصحيح الألوان. هنا قناة البي بي سي قالت لك مؤثرات صوتية وقالت لك فيها الأمور فيها شوية تلوين. لماذا فيها الامور تلوين، ولو انه بطبيعه الحال تقرير البي بي سي حاول انه يكون حيادي؟ القضيه بانه الصور التي رايناها في التقرير غير حقيقيه، يعني انه موجوده بعض الشاحنات، اكيد موجوده قافله، ولكن ليست بذلك الحجم. الطرق ليست بذلك الشكل، انك ربما تحاول تصور من زوايا معينه، تضيف موسيقى، لا. النظام الجزائري اضاف مؤثرات صوتيه ربما من رسوم متحركه تقريبا على انها شاحنات. التلوين تاع الطرقات انت تضم نفسك في كاليفورنيا، لكن النظام نفسه لما اخرج فيديوهات يقول لك مواطن جزائري يصور القافله. راك تشوف الفارق، تشوف الفارق كيف الحاله تاع الطرقات، كيف الحاله حتى تاع الشاحنات. ولو تروح للفيديو في نهايه الفيديو اللي بثه التلفزيون العمومي راح تشوفوا هذا المقطع، والفيديو راه موجود، انا مانيش نختلق منها من نفسي. تشوفوا بانه ابسط شيء في تركيب الفيديو في المونتاج هو انك تخلق من ترانزيسيون، تخلق انتقال بين صوره واخرى. هم درجه الفبركه راكم تشوفوا الصوره كيفاش واضح بانه كان هناك تلاعب بالصور. من اين لكم هذا اصلا انه ولايه اضرار بهذا الشكل؟ في تقرير البي بي سي عرضوا ايضا تغريده لجزائري يقول لك بانه حاله الطرقات تقريبا تكون منعدمه الطرقات، والمقدمه بحكم عدم معرفتها بالبلد ظنت بانه تعليق ساخر. حقيقه ولاية أضرار ما فيهاش طريق مزدوج، هو وعد منذ سنوات. حالة الطرقات كارثية، لما تروح تقترب من الواقع ينافي ما هو موجود. راني قلت أنه تكون بعض المؤثرات، أنه يكون تصوير من زوايا، تكون موسيقى، أوكي، لكن مش ترجع أضرار اللي هو واحدة من أكبر المزابل في الجزائر مثل ما هي كل الولايات الجزائرية تحت حكم النظام الجزائري. أمر كارثي. رانا نتكلموا أصلا على نظام فيه من ممثل تاعو على الأقل الرأس هو الرئيس المعين، اللي يقول لك راح يكون نسبة النمو تتجاوز 80%، راح نوصلوا 400 مليار دولار من الناتج الإجمالي. أو رئيس قال لك بأنه جورج واشنطن اللي توفى سنة 1799 أهدى كوابيس إلى الأمير عبد القادر المولود سنة 1808، أو قال لك بأنه تحلية 1,300,000,000 متر مكعب من المياه يوميا، وهو ما معناه تجفيف البحار والمحيطات، قالها أمام الأمم المتحدة. أكاذيب وروايات وخزعبلات النظام الجزائري وفبركته راهي معروفة للعام والخاص، وهذه قضية ليست إلا جزئية أخرى. الشاحنات موجودة لكن القافلة ليست بذلك الحجم، وأضرار ليست ما رأيناه في هذا الفيديو المفبرك.
حقيقة الطرقات أضرار، هذه هي. يبقى أنه أهم شيء ما يتكلموش عليه أنه إنتاج القمح في ولاية أضرار في نهاية البوتفليقية وصل إلى 700 ألف طن، الان راه رايح 1,000,000 طن، اصلا ماهوش انجاز تاع الجزائر الجديده ولا تاع العهده هذه تاع تبون. وزاره الفلاحه الامريكيه اكدت بانه استيراد القمح في الجزائر سيرتفع في السنتين القادمتين. احنا من اكبر المستوردين للقمح في العالم، احنا بلد اللي فيه طوابير على الحليب، طوابير على السميد منذ اشهر ولا منذ سنوات قليله، طوابير على مواد اساسيه. تجي تقدم لي اضرار على انها كاليفورنيا. لا حياه ولا حياء لمن تنادي، والله المستعان.